مرحبا. اليوم بدي أعلمكم كيف بدنا نقلي البيض بالطريقة المثالية. مثل ما بنعرف دايما لما نستخدم مقلاية عادية، لما بنجلي جلي بنضطر نعمل معركة مع المقلاية لأنها بتلزق. هون حاستخدم مقلاية خاصة مجهزة بطبقة مانعة للصق، وطبعا نوعيتها كتير منيحة. في كتير بيقولوا انه هيك نوع من المقالي ما منيح للصحة، بس هو المضبوط هو انه في كتير ناس ما بتقرا التعليمات. هون مثلا قايلين لي انه ممنوع الحرارة تكون اكتر من 60، حطيتها على حرارة 60، حط لها شوية زيت زيتون وبستخدم فرشاية حتى ادهن زيت الزيتون على كافة السطح تبعها، وبنطر زيت الزيتون حتى يحمى شوي. فينا نحط يعني كمية، أنا اليوم حجرب لكم ببيضة واحدة بس لحتى فرجيكم كيف بنعملها. هلا نطر الزيت لحتى يحمى، وعندي هون البيضة جاهزة. هلا بستخدم مثل ما شايفين هون عصا تبعت خشبة تبعت بوزة، ما بحاجة تستخدم ملقعة لحتى تحركها. أنا شخصيا بحب البياض مخلوط مع الصفار، في ناس بتحب البياض يضل لحاله والصفار لحاله، أنا بحبهم مخلوطين. هون حأخلطهم وميزة هالمقلاية إنه مثل ما شايفين ما بتلزق أبدا، يعني ما في مجال أبدا تلتصق طالما أننا محترمين المعايير. ومن المهم كتير نقرأ لما بنشتري هيك نوع من المقالي بنقرأ التعليمات، وهي كتير بسيطة. المفروض ندهنها بالزيت، ما نتعدى الحرارة اللي هي 60 درجة، ولما نخلص ما لازم نحطها فورا بمي باردة لأنه هالشي بيؤدي لطعج الحديد. ولما بنجليها ما بنستخدم إلا اسفنجة، ما بنستخدم سيفة معدنية. فإذا احترمنا هالمعايير بتضاين لسنوات. هيدي صار عندي سنة مثل ما شايفين ما بتلزق ابدا، يعني بيصير قلي البيض متعة بدل ما يكون معركة بالمجلى. مثل ما شايفين هون. هلا هون انا محضر الخبزة، محضر الترويقة. هيدي جبنة، هيدي انا مسويها، بكره بعلمكم كيف بفيديو تاني بعلمكم كيف نعملها. ومهيا الشاي، وعادة بحب يعني اكل زيتون وعدة اشياء، بس اليوم عم بعمل الفيديو بس لعلمكم مشان البيض. مثل ما شايفين دائما ما بتلصق ابدا. هلا انا بدي احاول اقلبها لحتى يتسرع احاول اقلبها بالخشبة. انا هلا ماني مستحكي مضبوط لانه ما قادر هيك، مش عم صور بايد وعم بقلي بايد، بس عادة لما اكون كان ماسك المسكة بستحكم اكثر. بالنهاية هاي البيض صار جاهز. حطفي الغاز. مثل ما شايفين منها لحالها بتنزل وبحاجة ابدا انها نجلي، يعني انه نفرك المقلاية منها لحالها
بتنظف حالها بحالها. بنحط البيجل. هلا صار فيني اكل بيض مقلي بكل شهية بدون اي مشاكل مع المقلية. وطبعا زيت الزيتون هو من افضل الزيوت لقلي البيض. من الخطأ استخدام الزبدة، لانه في كتير ناس بتحط كتير زبدة وهذا شيء مؤذي للصحة. الزبدة فيها شحوم الترانسفات اللي بتؤدي للانسداد الشريان التاجي. فزيت الزيتون هو افضل شيء واكثر شيء طبيعي. وشكرا، صحتين. ما تنسوا تعملوا سبسكرايب وتبعتوا هالفيديو لكل الناس اللي بتحبوهم.